متخيل ان معظم لقطات الغابه اللي ظهرت في فيلم افاتار ومانيفيسنت كلها جرافيك مش حقيقيه، ومعظم اللوكيشنز في مسلسل جيم اوف ثرونز وسلسله افلام لورد اوف ذا رينجز وهاري بوتر، كل اللوكيشنز اللي بتظهر في الاحداث كلها مرسومه جرافيك مش حقيقيه، والامثله كتيره جدا. طب بيعملوا الكلام ده كله ازاي، وازاي بالواقعيه دي اصلا؟ طبعا اللي بيعمل الكلام ده كله مش بيكون فرد ولا اتنين، ده بيكون تيم كامل متخصص في المؤثرات البصريه. التيم الكبير ده بيكون من ضمنه تخصص او قسم كامل بيمثل واحد من اقدم واهم الاعمده اللي قامت بيها الصناعه دي، وهو المات بينتنج اند انفايرمنتس، واللي فيه بنكون مسؤولين نرسم اللوكيشن جرافيك زي ما عملوا في كل الافلام اللي ذكرناها. طب تعمل ايه لو انت عايز تتعلم مات بينتنج عشان توظفه في صناعه المؤثرات البصريه في الافلام والجيمز والاعلانات؟ هتدخل اليوتيوب هتكتب مات بينتنج توتوريالز، لقيت فيديوهات كتيره بس للاسف بتشرح ازاي تدمج او تركب صور مع بعض فتطلع بصوره حلوه، صح؟ You don't need to do that. عموما حتى الفيديوهات اللي بتشرح دمج ده للاسف برضو ملوش علاقه ولا بيعبر عن مجال المات بينتنج، بل ده بيكون اسمه فوتو مانيبيوليشن، وده بيتوظف اكتر في شغل البوسترز والاعلانات والسوشيال ميديا وما الى ذلك. لكن لو بتدور على محتوى للمات بينتنج وعايز تلاقي مكانك في الاندستري، فللاسف اليوتيوب مش بس محتوى فقير لحاجه زي دي، بل بيشتتك كمان عن ايه هو اصلا المات بينتنج ويفرق ايه عن دمج شويه صور مع بعض. وده اكتر سبب بيجاوب على ليه المات بينترز قليلين جدا هنا، وعلشان كده عملنا الكورس ده، واللي فيه هنشرح اساسيات مهمه جدا تاهلك تفهم وتستوعب كل التكنيكس اللي هتتنفذ فيما بعد في الكورس. هنشرح احنا بنتعامل ازاي مع الشوت من اول ما بنستلمه لحد ما بنسلمه، ودورنا ايه بالظبط وبنتعامل ازاي. بنتعلم مبادئ تكوين المشهد الناجح، وازاي بنرسم فكره او كونسبت للانفايرمنت اللي احنا عايزين ننفذها مات بينتنج. بنتعلم ايه هي العوامل الواقعيه وازاي ننفذها في الرسم بتاعنا علشان نطلع بنفس النتيجه الواقعيه اللي احنا بنشوفها في الافلام والاعلانات. بنتعلم ال 2D Advanced Techniques المستخدمة في بروسيس المات بينتنج والمستخدمة بالفعل في البرودكشن، وازاي بعد ما بنخلص المات بينتنج بنجهزه علشان نسلمه بدون أي أخطاء أو عيوب في التسليم. بعد الكورس هتكون مؤهل إنك تشتغل كمات بينتنج ارتست في شركات برودكشن أو حتى فريلانسنج. احنا بريزم اف اكس ستوديو، ده أول محتوى عربي حرفيا لمجال المات بينتنج.